السلام عليكم أصدقاء. اليوم غادي نعاود لكم واحد القصة وفيها واحد الحكمة في الأخير. وتابعوا معايا القصة، ما تنساوش ديروا الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. كان يا مكان في دوار زوين وسط الجبال، كان واحد الوليد صغير سميتو سعد كان ولد نشيط وفضولي، كيعجبو يعرف كل شيء على الحيوانات والطبيعة. واحد النهار سعد كان كيتسارى في الغابة القريبة من الدوار، وسمع واحد الصوت خفيف بحال شي ورقة كتتحرك بشوية، ولقى سلحفاة كتمشي. مشى عندها سعد وقال لها: اش كديري بوحدك هنايا السلحفاة؟ جاوباتو بصوت هادئ: كنقلب على دار جديدة، حيت داري قديمة تقبات من الداخل. سعد تعجب وقال: واش نتي ماشي كتعيشي في دارك؟ راه دارك هو دارك. ضحكات السلحفاة وقالت: ايوا بصح، ولكن حتى انا خاصني داري بحال الناس. سعد فكر وقال: واخا نعاونك، نوريك واحد البلاصه زوينه قريبه من الدوار. سعد مشى قدام السلحفاة وهي تابعه بشويه بشويه حتى وصلوا للواد فيه واحد العشب والزهور، وفيه واحد الشميسه زوينه. السلحفاة شافت البلاصه وفرحات وقالت: هنا مزيان بزاف، شكرا ليك سعد. سعد تبسم وقال: العفو، خاصنا نعاونو بعضياتنا وحتى الحيوانات. وفي داك النهار سعد والسلحفاة ولاو صحاب، وكل سيمانه كيمشي يزورها وكيجيب ليها ورقه ديال الخس والكرموس. وهنايا كتكون ساهله القصه. والحكمه من هاد القصه هو ان السرعه ماشي مهمه، ولكن الصبر والطيبوبه هما اللي كيخليوك توصل بعيد. شكرا على المتابعه.